ايه هو الانتيون، نعمل بيه ايه، وبنحتاجه ليه؟ انا دلوقتي هتكلم عن شركه صغيره كده، اكزامبل صغير. الشركه دي اسمها ارقام، شركه محاسبه. ارقام عندها 50 موظف، وكمان بيوظفوا شويه فريلانسرز او استشاريين، يعني مش شغالين فول تايم. طيب من ناحيه التكنولوجي، السيت اب عند ارقام عامل ازاي؟ اغلب الوقت بيستعملوا ويندوز ديفايسز، وعندهم ميكس ما بين الديسكتوب بي سيز واللابتوبس. الدايركتورز عند ارقام كمان معاهم ايفونز على سبيل المثال، والايفون ده كومباني اون، اللي هو من الاخر مش موبايلهم الشخصي، بل بالعكس. في الحقيقه اكتر الناس جوه ارقام بيحبوا يبصوا على الاوتلوك ومايكروسوفت تيمز على البيرسونال ديفايسز بتاعتهم، او على البيرسونال ايفونز او الاندرويدز بتاعتهم. الداتا بتاعتهم متخزنه على وان درايف وشير بوينت، وطبعا بيستعملوا ابلكيشنز جوه الموبايلات دي، واغلب الابلكيشنز اللي بيستعملوها هي مايكروسوفت 365 ابلكيشن. بس كمان عندهم بيسبوك لاين اوف بزنس ابلكيشنز معموله سبيسيفيكلي للمحاسبين، اللي انا شرحته دلوقتي ممكن يبقى اي سمول بزنس في العالم. وده سيت اب اي تي كبير جدا. فعشان ندير كل التكنولوجي دي نحتاج سيستم كلاود بيس سوليوشن ندير بيه السكيورتي والمانجمنت من مكان واحد، ونقدر نحافظ بيه على البيانات بتاعه الشركه وعدم تسربها من الاجهزه دي. فنستعمل ايه؟ نستعمل مايكروسوفت انتيون. فولو للشانل بتاعتي عشان تتعلموا ايه هو المايكروسوفت انتيون، وايه هو المايكروسوفت 365، وازاي نشتغل عليه. شكرا.